السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة. النهاردة درس مهم جدا ومفيد جدا، وازاي نعمل بطاقة تموين جديدة. في شائعات قالت ان مفيش بطاقة تموين بتطلع، ولكن موجودة يا جماعة. وشرح النهاردة بنتكلم على ازاي بنعمل بطاقة تموين جديدة ليك ولأسرتك. والدرس ده مهم جدا يا جماعة لجميع المواطنين في مصر، من خلال موقع مصر الرقمية. معانا يا جماعة شرح استكمال البيانات، ومن غير ما تروح لأي مكتب ومن غير ما تروح لأي مكان، وهتسجل المكان اللي هيجيلك عليه البطاقة. وكل ده هنشرحه النهاردة في درس النهاردة يا جماعة. يلا بينا. وده يا جماعة من جوجل العادي، من الموبايل كمان. هنكتب هنا مصر الرقمية. تمام. عندنا ونفعل وضع الكمبيوتر. تمام يا جماعة. هنا اول حاجة هدوس على كلمة التموين. تمام. في هنا يا جماعة تفعيل بطاقة تموين لو عايز تفعل بطاقة تموين. اصدار بدل تالف لو بطاقتك ضاعت او حبيت تجيب بطاقة غيرها. واصدار بطاقة تموينية جديدة، وده درسنا النهاردة. وفي خدمات أخرى إن احنا نقل من محافظة لمحافظة أخرى. فصل نفسي لو حضرتك مشترك مع الأسرة وتزوجت وعايز تبقى أنت لوحدك وأنت وأولادك، وضم أفراد الأسرة لو عايز تضم مولود أو طفل أو كده. المهم يا جماعة، احنا درسنا النهاردة بنتكلم على إصدار بطاقة تموين جديدة. هنخش عليها. تمام. هنا يا جماعة لو احنا مسجلين، هنسجل ونكتب هنا الرقم وكلمة المرور على طول، لكن احنا مش مسجلين عليها اساسا. هنعمل ايه؟ هندخل على افتح حساب جديد. تمام يا جماعة. تحقق من الرقم القومي. هتحط الرقم القومي بتاعك، ورقم المصنع واسم الوالدة. ايه هو رقم المصنع؟ رقم المصنع اللي هو الظاهر امامكم الان يا جماعة. في اللي حوالين الدايرة ده رقم المصنع لأي بطاقة. يبقى كده الرقم القومي ورقم المصنع اللي قلنا لحضراتكم دلوقتي، واسم الوالدة. تمام. الاسم الأول فقط. وبعد كده هتدوس تحقق، وبتكمل بقية الإجراءات بتاعتك. وساعتها بيتم الطلب، وبتسجل على المكان اللي حضرتك بتبقى عايز يجيلك عليه البطاقة. واي حاجة تقف معاكم يا جماعة، الرقم موجود على التفاصيل، وفي انتظار اتصالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.